يا اخواتي اللي يجي على السكه يقعد على الدكه. يا اخواتي هو احنا شامين حد بيها اصلا؟ مساء الخير، ازيكم عاملين ايه؟ رب تبقوا كويسين وكل حاجه كويسه والدنيا تمام معاكم. دي سلسله ديجيتال دوز، الحلقه الاولى. السلسله دي ان شاء الله هشرح فيها كورس الديجيتال انجينيرنج اللي عندنا في سنه تانية اي تي الترم الاول. وانا عمر، يلا بينا نبدا. اول حاجه كده احنا محتاجين نتفق على شويه حاجات عشان الكلام بعد كده يبقى سهل. حاجات بسيطه خالص. اول حاجه هنتفق عليها شويه الحاجات دي، ان النقطه دي يعني and. لحظه واحده. النقطه دي يعني and، والبلس دي يعني اور، والبلس اللي جوه دايره اسمها اكس اور، والدوت اللي جوه دايره اسمها اكس نور. بسيطه بسيطه، هنحتاجها في القوانين. مبدئيا كده برضو، لا تكن حبيس الرموز. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي لو اديتك قانون، فورمولا بتاعت قانون وفيها حرف الايه، هيبقى في مشكله لو قلت لك سؤال فيه حرف البي، مش هتعرف تطبق عليه القانون؟ لا هتعرف. ماشي؟ فانت دلوقتي ما تحبسش نفسك في رمز، سواء A او B او C او X او اي حاجه. ماشي؟ يبقى ايه؟ لا تكن حبيس الرموز. برضو هنكمل اتفاق على شويه حاجات. هنتفق على شويه حاجات 8 قوانين بالظبط. ال8 قوانين دول هنحل بيهم الاسئله، هنفك بيهم الحاجه المتعصلجه قدامنا يعني. ماشي؟ اول قانون بيقول لك A دوت A او and A equal A. ماشي؟ قلنا ان النقطه دي يعني دوت ويعني and. A and A equal A. بسيطه بسيطه. برضو هي قوانين كلها. وبرضو انا لو قلت لك بدل A قلت لك B، قلت لك X، قلت لك Z، قلت لك اي حاجه، مفيش مشكله خالص. ماشي؟ تاني قانون بيقول لك A دوت 0 equal 0. بسيط خالص جدا برضو، او A and 0 equal 0. ماشي؟ طيب القانون التالت معانا A and 1 او A دوت 1 equal A. قانون برضو. ماشي؟ القانون الرابع A دوت A داش equal 0. طيب عشان نبسط الحتة دي، ال A وال A داش عكس بعض. هي كده كده اصلا ال A او اي حرف اي رمز هيبقى عندنا في الاسئلة دي هو ساين، هو اشارة، يا اما 0 يا اما 1. لو هو not هيبقى ب0، ولو هو true هيبقى ب1. بسيطة بسيطة. طب انا لما اقول لك ان ال A ب1، انت ساعتها انت عرفت ال A داش. لو قلت لك ان ال A ب1 يبقى ال A داش ب0. تمام؟ لو قلت لك ان ال A ب0 يبقى ال A داش ب1. هما الاتنين عكس بعض، لو انت عرفت واحدة انت عرفت التانية. ماشي؟ برضو هنكمل بقية القوانين. هنخش للقانون الخامس، بيقول لك A or A equal A او A plus A equal A. بسيطة بسيطة. القوانين دي كلها ليها اثباتات، ممكن اقولها لكم في اخر الفيديو لو في وقت، عشان انا مش عايز اعدي الربع ساعة في كل فيديو من الحلقات دي يعني. بس يلا نكمل. القانون السادس بيقول لك A or 0 او A plus 0 equal A. بسيط برضو خالص. بعدين بيقول لك A plus 1 equal 1 او A and 1 equal 1 او A or 1 A or 1 و A plus A dash equal 1 او A or A dash equal 1. ماشي؟ كلها قوانين هنحتاجها في الأسئلة. طيب هنخش بقى على البيزك جيتس، اللي هما البوابات الرئيسية اللي ممكن بناء عليهم نعمل بوابات تانية مدمجة في بعض. يعني ايه الكلام ده؟ يلا نشوف. أول بوابة عندنا اسمها بوابة الأند جيت. ماشي؟ بص، احنا هنبقى محتاجين نعرف شوية حاجات عن كل بوابة. شوية الحاجات دي زي ايه؟ زي حاجة اسمها التروث تيبل، وزي الرسمة وزي الشروط بتاعتها. ماشي؟ اول حاجة الرسمة، ده شكل الرسمة بتاعت الاند جيت. ماشي؟ لما اقول لك ارسم لي اند جيت ترسم لي الشكل ده. طيب الاند جيت بيدخل لها 2 انبوت او اكتر وبتطلع 1 اوتبوت. ماشي؟ طيب احنا دلوقتي هنحل كل الجيتس اللي جايين بناء على ان الانبوت بتاعتها A و B. ماشي؟ طيب احنا لو عندنا A و B، عندنا كمان احتمال ان احنا نطلع الاوتبوت. ممكن احط ان ال A بصفر وان ال A بواحد، ممكن احط ان ال B بصفر وال B بواحد. طيب دلوقتي انا عندي الاربع احتمالات دول. اول احتمال ان ال A تبقى بصفر وال B تبقى بصفر، فالمخرج او الاوتبوت بتاعها هيبقى بصفر. بسيطة بسيطة. طيب الاحتمال التاني ان ال A تبقى بصفر وال B بواحد. طيب لو ال A بصفر وال B بواحد،
هتطلع برضو صفر. طب ليه؟ طب ايه الشرط؟ تعال نتكلم بقى عن الشرط. بوابة الاند جيت ما بتطلعش واحد، ما بتطلعش value true غير لو كل اللي داخلها وحيد. لو كل اللي داخلها true هي بتطلع true، لو كل اللي داخلها وحيد بتطلع واحد. طب لو واحد بس صفر غلط، خلاص هي هتطلع صفر. ماشي؟ طيب فانا دلوقتي اول احتمال قلناه، وتاني احتمال قلناه، تالت احتمال ان الاي ب1 والبي بزيرو برضه هتطلع زيرو. ماشي؟ رابع احتمال بقى الوحيد اللي هيطلع value true ان الاي تبقى ب1 والبي ب1، فساعتها هيطلع 1. فدي الحالة الوحيدة اللي هتطلع واحد. ماشي؟ طيب وبرضه محتاجين نعرف عن كل بوابة الفورمولا بتاعتها اللي هنحل بيها الأسئلة. الفورمولا اهي اللي هي a دوت b equal x، او a دوت b equal output عامة، انا مسميها هنا x. ماشي؟ طيب احنا قلنا ان الدوت دي يعني and، وهي دي بوابة الاند، علمها بكده. ماشي؟ بيقول لك the value of x will be true when both the inputs are will be true. يعني البوابة دي هتطلع لك true لو كل اللي داخلها true. ماشي؟ ماشي. طب انا دلوقتي اعلم بوابة الاند جيت دي بايه؟ انا ممكن اعلمها مثلا بكالون باب الشقة. ازاي كالون باب الشقة؟ هقول لك. انا دلوقتي انا كعمر باب شقتي فيه كالون وترباس. ماشي؟ الباب مش هيفتح غير لو كل الحاجات اللي انا حاططها على الباب اتفتحت. يعني ايه؟ يعني باب الشقة بتاعي مش هيفتح غير لو انا فاتح الكالون وفاتح الترباس. طيب لو انا حاطط اكتر من ترباس، الباب مش هيفتح غير لو انا فاتح الكالون وكل الترابيس. فده الشرط، ان كله يبقى مفتوح عشان الباب يتفتح. تمام؟ تمام. طب لو انا فاتح بس الكالون والترباس مقفول، طب ما الباب مش هيفتح. طب لو انا فاتح الترباس وقافل الكالون، انا مش عارف انا قلت تاني المره اللي فاتت، بس لو حاجه فيهم مش متحققه الباب مش هيفتح. ماشي؟ ماشي. فهنعتبر ان بوابه الاند كالون باب الشقه. نخش على البوابه اللي بعدها اللي هي الاور جيت، ودي اهفأ جيت موجوده عشان هي بتتلكك عشان تطلع واحد. يعني ايه؟ هقولك. ده شكل الرسمه بتاعتها. اول حاجه بيدخل لها برضو 2 من انبوت او اكتر، وبيطلع منها واحد اوتبوت. تمام؟ تمام. التريس تيبل بتاعها اهو. ماشي؟ ودي شرطها عشان تطلع واحد ان يدخل لها واحد بس على الاقل. طب لو هي مثلا الانبوت بتاعها خمسة انبوت داخل لها، واحد بس منهم هو اللي واحد، هتطلع برضو واحد. فهي بتشم هنا واحد، اول لما تلاقي هنا واحد بتطلع واحد. تمام؟ تمام. طيب الكيس الوحيدة اللي هي مش هتطلع فيها واحد، اللي هتطلع فيها صفر، ماشي، ان يكون كل داخلها صفار. ساعتها هي مش هتقدر تساعدك، انت ما اتبرعتش واديتني واحد بس على الاقل. تمام؟ تمام. هنعدي على الكيسز كلها دلوقتي. لو الاي بزيرو والبي بزيرو هتطلع زيرو، لو الاي بزيرو والبي بون هتطلع 1، لو الاي ب1 والبي بزيرو هتطلع 1، لو الاتنين ب1 هتطلع برضو 1. تمام؟ تمام. ده شكل الفورمولا بتاعها. اكس اللي هو الاوتبوت يعني A equal A plus B او A or B، والبلس احنا كنا متفقين انها اور، ودي هي دي بوابة الاور. طيب محتاجين نشبهها بحاجة برضو. ممكن نشبهها بايه مثلا؟ ممكن نشبهها بمفتاح نور الأوضة. انا هديكوا برضو مثلا انا عمر برضو عندي مفتاح بيفتح نور الأوضة بتاعتي جنب السرير، والسرير بتاعي في آخر الأوضة، وعندي مفتاح برضو بيفتح نور الأوضة جنب الباب. ده في حتة وده في حتة. ماشي؟ أنا دلوقتي ممكن أفتح نور الأوضة أو أقفله من المفتاح اللي جنب السرير، وممكن أفتحه برضو أو أقفله من المفتاح اللي جنب الباب. هل في شرط إن أنا لازم أفتح النور من هنا وأفتح النور من هناك عشان النور يتفتح؟ لأ، هو عادي براحتي. أنا ممكن أفتح وأقفل من هنا أو أفتح وأقفل من هنا. تمام؟ تمام. يبقى دي هنعتبرها مفتاح نور الأوضة. ماشي؟ ماشي. نخش على الجيت اللي بعدها. جيت النوت جيت، برضو محتاجين نعرف شكلها عشان هنرسمها برضو، هنرسم كل الحاجات دي. دي بيدخل لها انبوت واحد وبتطلع اوتبوت واحد. طب ليه ما بيدخلهاش اكتر؟ عشان هي ليها دور واحد بس، ان هي بتعكس الساين اللي داخلها. لو الاي داخل لها بزيرو هي بتطلع 1، لو الاي ب1 هي بتطلع زيرو. دي بتعمل عكس البروسيس اللي انت مدخلها لها. يعني ايه؟ تعالى بص الاول، نبص على التروس تيبل بتاعها صغير خالص. لو بيقول لك لو الاي بزيرو هتطلع 1، ولو الاي ب1 هي هتطلع زيرو. هي بتعكس اللي بيحصل. تمام؟ تمام. بيقول لك the value of y will be high when a will be low. يعني لو واحدة عالية التانية واطية، لو التانية واطية الأولى عالية كده. ماشي؟ ماشي.
ده شكل الفورمولا بتاعتها y او a equal a داش. فاكرين ال a داش دي قلنا انها عكس ال a. تمام تمام. طيب النوت جيت نشبهها بايه؟ هي اصلا واضحه، يعني نوت يعني لا، يعني هي بتعكس. هي عامله بالظبط زي الريموت بتاع الريموت اللي بيقفل وبيفتح، مش الريموت سوري، هي بالظبط عامله زي الزرار اللي بيقفل وبيفتح في الريموت بتاع التلفزيون. عارف انت الزرار الاحمر اللي فوق ده لما بتدوس عليه لو التلفزيون مفتوح بيقفله، ولو التلفزيون مقفول بيفتحه. هي عامله بقى زي الزرار ده بالظبط. طيب محتاجين نعرف عنها حاجه تاني؟ غالبا لا. ماشي، يلا نخش في اللي بعده. بعد كده عندنا شويه بوابات اسمهم اليونيفرس جيتس. ماشي، ايه هما؟ اول واحده فيهم اسمها الناند جيت. الناند جيت دي بص، انت لما تشوف الان في الاول اعرف انها نوت، ماشي، ولما تشوف الاند اعرف انها اند. فهي دي بوابتين لازقين في بعض، اند ونوت. تمام تمام. طيب انت فاكر بوابه الاند كانت بتعمل ايه؟ ما كانتش بتطلع فاليو غير لو كل اللي داخل لها وحيد. طيب لما احط لها نوت انا هعكس كل الاشارات، ماشي. لما بحط نوت انا بعكس كل حاجه. فهي دي بقى هتطلع كل وحيد ما عدا لو كل اللي داخل لها وحيد. يعني ايه الكلام ده؟ هقول لك. دلوقتي احنا عندنا برضو input A و input B، ماشي. هنعمل كل الاحتمالات ان ال A بزيرو وان ال B بزيرو. في الحالة دي هتطلع واحد. الله، ازاي؟ هقول لك انا. طب ما الاند كانت في الحالة دي بتطلع صفر بالظبط. طب ما هو النوت لو دخلت للاند بتعكسها. تمام تمام. نفس الحوار لو ال A بزيرو وال B بوان هتطلع برضو 1. طب ازاي؟ ما انا قلت لك بقى هي اند وعليها نوت، ماشي. طب لو ال A ب1 وال B بزيرو برضو هتطلع 1. طب لو الاتنين بوحيد، لو الاتنين ب1 هتطلع ساعتها 0. ايه بقى العبط ده؟ ما هي كده، ماشي. هي بتعمل كده عشان الاند الكيس الوحيده اللي بتطلع فيها واحد كانت بتبقى لو كل اللي داخل لها وحيد، فهي دي بتعكسها. بسيطه خالص وهتعلمها بكده، ماشي ماشي. الفورمولا بتاعتها بقى انتوا محتاجين تعرفوا الرسم طبعا، ماشي. وهو ده شكل الرسم، بوابه اند عاديه جدا وعليها الحته دي من فوق، النقطه دي هي دي اللي بتقول انها نوت يعني، ماشي ماشي. في الفورمولا بتاعتها اللي هو الاوتبوت اللي هو x equal bracket a دوت b وعليه من فوق شرطه. تمام. انا مش عارف اعمل الشرطه على الوورد ولا على الكيبورد عامه، بس هي بتتعمل كده يعني، لقيتها على المواقع معموله كده فخلاص يعني. فاعتبر ان الشرطه دي على البراكت كله a دوت b او a and b عليها داش من فوق، والداش دي انت فاكر الداش دي يعني انا بعكس، ماشي ماشي. خش على اللي بعده، بوابة النور. طيب دي واضحة جدا يعني، ان برضه انا قلت لك لو لقيت الان في الاول اعرف انها نوت واور. فانت دلوقتي واضحة جدا من اسمها، انت هتمسك بوابة الاور وتعكسها بس، ماشي. دي بيدخلها برضه 2 انبوت او اكتر. الكيس الوحيدة الاور، فاكر سيبك بقى من دي دلوقتي، فاكر الاور كانت بتطلع الكيس الوحيدة اللي بتطلع فيها صفر ان ما يدخلهاش ولا واحد، كان كل اللي بيدخلها صفر عشان تطلع صفر، صح صح. طيب هنا بقى هنعمل العكس. هنا لو كل اللي داخل لها صفار هتطلع واحد، اي كيس تانية هتطلع صفر. ليه؟ ما هي اور ومعاها نوت، النوت بتعكسها، ماشي ماشي. طيب ال A لو بزيرو وال B بزيرو هتطلع 1، ال A لو بزيرو وال B ب1 هتطلع 0، ال A لو ب1 وال B بزيرو هتطلع 0، ال A ب1 وال B ب1 هتطلع برضو 0، ماشي ماشي. الفورمولا بتاعتها برضو نفس الحوار، انت تقدر تستنتجها لوحدك. براكت جواه A or B او A plus B عليه من فوق داش، ماشي. هي بوابة or معكوسة، ماشي ماشي. بيقول لك the value of O will be true when all of its inputs are set to 0، ماشي ماشي. بسيطة خالص. نخش بقى على الاكسكلوسيف جيتس، ماشي. اول واحدة فيهم اسمها بوابة الاكس اور جيت. طيب بوابة الاكس اور دي ما بتشتغلش، ماشي، لو فيها الاتنين اللي داخلين او العدد اللي داخل نفس الفاليو. يعني ايه؟ يعني انا لو قلت لك دلوقتي ان الاي بزيرو والبي بزيرو مش هتطلع حاجه. طيب لو قلت لك ان الاي بزيرو والبي ب1 هتطلع واحد. طب لو العكس، لو البي ب1 والاي بزيرو هتطلع واحد برضو. طب لو الاتنين ب1 هتطلع 0. يعني ايه؟ يعني هي ما بتشتغلش لو الاتنين دول شبه بعض، او لو الاتنين دول نفس الستايل. لو الاتنين دول مدين نفس الاشاره خلاص غلط، هتطلع 0. طيب
ده شكل التروث تيبل بتاعها، دي شكل الرسمه برضو مطالبين ان احنا نحفظه، ده شكل الفورمولا اهو ماشي. بيقول لك ان الاكس اللي هو الاوتبوت ايكوال a داش، دي عليها شرطه من فوق كده فاكر، a داش b، وانا لما بلزق ال a مثلا في ال b او ال a داش في ال b، اعرف ان في ما بينهم دوت ماشي بلس a b داش من فوق كده. هو ده شكل الفورمولا ماشي، بسيطه خالص وهنحتاجها في الاسئله كتير جدا ماشي. البابا اللي بعدها الاكس نور ماشي. ايه بابا الاكس نور؟ انت هتعكس اللي فاتت بالظبط، هي مش هتشتغل غير لو كل اللي داخلها شبه بعض ماشي. طيب يعني لو داخلها هنا صفر وهنا صفر هتطلع واحد، طيب لو داخل هنا صفر وداخل هنا واحد هتطلع صفر، طب لو هنا واحد وهنا صفر هتطلع صفر برضه، طب لو كل اللي داخلها واحد هتطلع واحد ماشي. دي عكس اللي فاتت بالظبط. طيب محتاجين دلوقتي نعرف شكل الفورمولا بتاعتها. الفورمولا y اللي هو الانبوت يعني equal a، فاكرين العلامة دي قلنا عنها ايه في الأول؟ اسمها x نور، a x نور b تمام، أو a b بلس a داش b داش. ده برضو شكل تاني للفورمولا دي ليها 3 أشكال للفورمولا بتاعتها ماشي. طيب الفورمولا التالتة بتاعتها ايه؟ فاكرين العلامة دي اللي قلتلكوا دايرة جواها بلس؟ كان اسمها ايه؟ اسمها اكس اور ماشي. طيب دي بقى ايه؟ A اكس اور B وعليها داش من فوق، عكسها بالظبط. فاكر احنا قلنا ان دي هي عكس اللي فاتت بالظبط، فعشان كده دي كانت الفورمولا بتاعت اللي فاتت عليها شرطة من فوق. وصح انا نسيت اقول دي الفورمولا بتاعت اللي فاتت ماشي، يعني دي الفورمولا بتاعت الاكس اور، الحتة دي كده بس ماشي. احنا كده خلصنا. اتمنى ما كنتش طولت عن ربع ساعة، عشان انا مش عايز اطول في الفيديوهات عشان تبقى بسيطة وسهلة، ما يبقاش فيها مجهود كتير والجو ده ماشي. اتمنى اكون كنت خفيف عليكم، وباي. أكاد من فرط الجمال أذوب، هل يا حبيبي